السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تنزلي تحطي لايك للفيديو وكومنت حلو شيك كده زيك، او لو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي في القناة عشان يوصلك من عندنا كل جديد. مبدئيا كده انا النهارده اجازة زوجي، فحبيت ان انا اعمل حاجة يعني خفيفة كده على سبيل التسلية. فبعت جبت فشار وبعت جبت فنكوش، علشان خاطر تبقى حاجة للتسلية او حاجة مسلية ونتفرج على فيلم. حاجة بسيطة جدا 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 بتدي روح حلوة و... وروح جميلة، يعني قاعدة انتي وزوجك وولادك يعني حلوة قوي يعني وبتتسلوا. مبدئيا كده الفشار عادي، انما الفنكوش هو اللي ما كانش عادي. ولادي كانوا بيروحوا عند مرات عمهم ويجي يقولوا لي عايزين فنكوش، انا ما اعرفوش. في قناه من ضمن القنوات اللي انا كنت متابعاها اسمها قناه 10 دقايق وبس، فشفتها ان هي عملت الفنكوش وقالت هي بتجيبه منين، من عند العطار. فانا بصراحه شفت الطريقه من على القناه بتاعتها وفعلا عملتها، وعايزه اقول لها تسلم ايدك لانها فعلا كانت حلوه وجميله، والولاد كانوا عندي طالبينها وانا ما كنتش عارفاه، يعني ما كنتش اعرفها. طبعا انا حطيت كتير، المفروض ان احنا يعني بنحط اقل من كده بكتير لانه بينفش ويكتر. فكان عايز يتحط اقل من كده. بس الحمد لله طبعا انا واحده واحده فضلت ان انا اقلب فيه لحد ما اتحمر يعني. هي كانت منزلاه افتح من كده، بس انا يعني دقته وهو فاتح، فحسيت ان هو يعني لو اغمق هيبقى احلى. فاولادي كمان كانوا عايزينه كده، فانا عملت كوبايتين شاي وعملت فشار ساده بالملح، وعملت الفنكوش. هو بيبقى حادق، ما لهوش اي اضافات، هو بيبقى له طعم ونكهه معينه كده. وعملت فشار بالكراميل. عايزه اقول لكم ان عشان نخلق جو حلو في البيت وجو ظريف في البيت، مش محتاجه ان انت تكلفي نفسك فلوس كتير ولا تكلفي نفسك اي حاجه. هي كل الحكايه كانت 10 جنيه، 5 جنيه فشار و5 جنيه فنكوش، وكوبايتين شاي بس كده. مش محتاجين عشان نقعد مع بعض قعده اسريه ان احنا نكلف نفسنا ونجيب حاجات كتير او بمبالغ كبيره، بل بالعكس والله. عايزه اقول لكم ان هي القعده كانت جميله وكانت ظريفه والحمد لله اتبسطنا، رغم ان تكلفه الحاجه اللي احنا قاعدين عليها كانت قليله. بس مش عشان تخلقي جو في البيت محتاجه فلوس، لا. ربنا يهدي حال كل البيوت يا رب، وتقضي وقت ظريف ولطيف مع بعض. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.